أصعب مهمة واجهتها بعالم الزراعة استخراج النواة مدري شو اسمها هذه اللي داخل اللوز الحساوي أو اللوز البحريني. أجلس 45 دقيقة على الوحدة. العالم ما ياخذون دقيقة، الحساويين ما شاء الله وعراقيين ما ياخذون دقيقة يفكونه. أنا أجرب نفس طريقتهم تنكسر، اللي عنده طريقة يعلمني. تخيلوا أجلس كذا أجلس تقريبا 45 دقيقة إلى نص ساعة عشان أطلعها، لأنها عشقي، هذه عشقي منذ الطفولة. هذه أول شجرة امتلكتها وأنا صغنوط. جلست عندي 15 سنة. الحين الجميلة صايرة مكانها. الحفرة هذه حفرتي مني صغير. جت هي بعدها راحت، بعدها جت هذه ورجعت، صارت الحفرة كذا. لا هذه صارت الحفرة كذا، كبرناها صارت ودات. بعدها جبت الجميلة فوقها وراحت الجميلة، كانت صغيرة الجميلة. بعدين رمموا البيت أهلي، كنسلوا هذه ورموا الجميلة بالشارع. صارت مشكلة بيني وبينهم، رجعتها وحفروا لي حفر اللي هي موجودة الحين، اللي بالتصوير حق البارح. الحين أنا أبي أرجع اللوز البحريني. هذا أخواني، أنا خالد إبراهيم، كنا نتعلق عليها. سبحان الله، يضربون في المثل غصن البان هو المورينجا، غصنها يجي لين. هذه يوم كانت صغيرة، كبرت عندي جلست 15 سنة. بجيب أخواتها إن شاء الله. إن شاء الله. أنا طلعت الحين تقريبا 10، باقي هذه بسر عليها عشان الصباح بزرعها إن شاء الله.